مسؤول 90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم ولقاء جديد النهاردة الثلاث 14/3/2017 و15 جماد الآخر 1438 هجريا. احنا مع بعض في مسؤول 90 مليون من دلوقتي لحد الساعة 4. يعني احنا معاكم أسرة تنفيذ على الهواء، الهندسة الإذاعية أزهار محمد، والإعداد سيد محمد، وبسعد بيكم شيرين دسوقي من أسرة المذيعين. بعتذر لكم يعني على صوتي في الدور برد جامد يعني عفوا اعزائي المستمعين، استحملوني النهارده معانا موضوع مهم جدا، حقوق الانسان وماذا يجب ان يتم لتطبيق مبدأ العدالة المتكاملة التي يبحث عنه كل الشعوب وكل المناطق. النهارده ضيفنا في الاستوديو الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. احنا تليفوناتنا 239 23 711 و239 21 437 وصفحتنا على الفيسبوك ثلاثاء شبكة الإذاعات الإقليمية. لسه مكملين مع بعض فترتنا أعزائي المستمعين مسؤول 90 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية. النهارده معانا مشرفنا في الاستوديو الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. التواصل اعزائي المستمعين على 239 23 711 و239 21 437 وصفحتنا على الفيسبوك ثلاثاء شبكة الإذاعات الإقليمية. دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب الأطباء في شمال سيناء، أهلا بيك. أهلا بيكي وأهلا ب 90 مليون. اهلا، احنا بقينا 92، هو الاسم بتاع البرنامج القديم بس. وبعد يعني 4 سنين هتقولوا اهلا ب 100 مليون. طيب ماشي. ربنا يزيد ويبارك، بس الانتاج يزيد. ده المطلوب، يعني هو يزيد ويبارك، بس يعني كمان يزيد ويبارك في الانتاج. طبعا. يزيد ويبارك في المصانع. يزيد ويبارك في الزراعه. صح. في الرقع المنزرع، يزيد ويبارك في كل الموارد الطبيعية، في التصدير. مش بس ان احنا منتظرين الارض تطلع بترول وغاز. صح. احنا كمان محتاجين نزود الشغل اضعاف علشان نقدر يعني ما تبقاش افواه وارانب يعني. صح بالظبط كده. دكتور صلاح سلام، عضو مجلس قومي لحقوق الانسان، يعني هو السؤال المبدئي عشان نتوغل لباقي الأسئلة: متى يتم تحقيق الحق الكامل للإنسان في أي دولة؟ بصي، طبعا يعني الكمال لله وحده. وإحنا حتى الدول المتقدمة والدول الصناعية العشرة اللي على الأوائل ومجموعة 20 حتى الآن ولا واحدة من دول حققت يعني حقوق الإنسان بالشكل الذي نتمناه، أو اللي حتى اللي نص عليه العهد الدولي لحقوق الإنسان. لكن درجات بتتفاوت من دولة لأخرى. يعني أنا يعني أهم حاجة نتكلم فيها في حقوق الإنسان في رأيي هي المبادئ الأساسية. المبادئ الأساسية ألا وهي يعني الحق في الصحة والحق في التعليم رقم 1. وبعدين يليها الحق في الحياة الكريمة، يعني إذا كان في صحة وتعليم فالحق في الحياة الكريمة. والحق في الحياة الكريمة معناها إنه الحقوق المدنية والسياسية. فأنا في رأيي إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسبق الحقوق المدنية والسياسية، لأنه إذا أنا اديت الحرية لواحد جاهل سيسيء استخدامها، هتبقى الحرية فوضى. وإذا اديت الحرية لواحد فقير هيسيء استخدامها، لأنه هيدي صوته لمن لا يستحق. هيغير صوته لو حد اداله حاجة لأنه جائع. فمفيش ديمقراطية لأن أنا مع واحد جائع. فأنا مطلوب إن أنا أحقق نوع من الحد الأدنى من الاكتفاء الاجتماعي والحماية الاجتماعية للناس، وكمان تحقيق الغرض الاقتصادي علشان والحقوق دي اسمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولها مواثيق دولية على فكرة، مصر ماضية عليها. وأهمها في رأيي هو الحق في الصحة والحق في التعليم.
يعني الحق في الصحة انها توفير رعاية صحية متميزة، والحق في التعليم هو اهم ركائز الحقوق الانسان في اي مجتمع. بالظبط كده، يعني ده محطة الانطلاق. ده المحطة المبدئية. محطة الانطلاق. وأي حد عايز ينهض يبقى بيبدأ بالصحة والتعليم. لا يعني ما بيبدأش بحاجة برغم ان المشروعات الاقتصادية بتشغل ناس وتجيب وتشغل ايدي عاملة وبتفتح فرص عمل وهكذا، لكن كل ده ممكن يهدر اذا ما كانش فيه تعليم كويس. ممكن يهدر اذا ما كانش فيه محافظة على صحة الاجيال. وانا احنا في البداية لما اتكلمنا مسؤول في مواجهة 90 مليون قلنا لا 92 مليون لا 100 مليون. طب وده ناتج من ايه؟ من انه في جهل ب ما يعني موارد البلد ايه وامكانياتك ايه وظروفك ايه. فانت هتلاقي انتاج من البشر، على فكرة الانتاج ده ناتج من الطبقات الفقيرة. يعني الاكثر فقرا في مصر هي محافظة اسيوط وسوهاج وهكذا. قطاع الصعيد بينتج 75% من الزيادة السكانية، وهي المنطقة الفقيرة في مصر، وبيشكلوا 25% من السكان وبينتجوا 75% من الزيادة السكانية. طب احنا محتاجين، ده خلل، احنا محتاجين ان احنا نوصل الناس دي الى درجة من التعليم والوعي انه كده احنا بنهدم مش بنبني. يعني انا لو سخرت كل ال 75% من الشعب علشان ينتج لل 25% دول، مش هيقدر ينتج عشان يغطي ال 75% الزيادة السنوية اللي هم بيعملوه. بالظبط كده. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا. تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين. مسؤول 90 مليون على شبكه الاذاعات الاقليميه، ومشرفنا في الاستوديو الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. تحدثنا في الفاصل السابق عن حقوق الانسان ومتى يطبق حقوق الانسان بصوره كامله. احنا قلنا ان صوره الانسان اهم مبدئيه، اهم نقاط لها مهمه هو الحفاظ على الصحه والحفاظ على التعليم. طيب لو سألت حضرتك يا فندم، حضرتك عضو في مجلس القومي لحقوق الإنسان، لو عملنا نسب لحقوق الإنسان للدول العربية، نسبة مصر تتحقق بنسبة كام في الصحة والتعليم؟ لا احنا ما نقدرش نقول نسب، لكن احنا لا شك ان احنا حصل عندنا انحدار شديد في التعليم. احنا كنا افضل بكتير في التعليم الحكومي. التعليم المجاني اللي طلعت اصوات دلوقتي بتقول انه التعليم المجاني هو سبب خراب مصر، احنا كلنا نتاج التعليم المجاني. يعني كل جيلنا نتاج التعليم المجاني بالظبط. ومعظم الوزراء الحاليين نتاج التعليم المجاني. وللاسف دلوقتي بينتقدوه. حتى لما كنا بنقول المستشفيات المجانية، هو من امتى كان في مصر في مستشفيات استثمارية؟ يعني في المنتصف من السبعينات، لكن طول عمرها مصر كانت مستشفياتها مجانية. وكان الانجليز بيجوا يتعلموا عندنا في القصر العيني. كانت هناك بعثات طلبة من انجلترا تأتي لتتعلم الطب في مدرسة الطب في القصر العيني في الستينات والخمسينات. إذا مصر كانت متقدمة جدا برغم أن كان الطب مجاني. فالخلل الذي حدث والانحدار الذي حدث من نهاية السبعينات حتى تاريخه، يعني ما زال بنحاول نعدل المعادلة سواء في الصحة أو في التعليم. المدارس المجانية أصبحت شبه خاوية، لأنه ما عادش في تدريس، ما عادش في تعليم، ما عادش في مدرس بيقعد، وبقى السطوة للمراكز الخاصة والدروس الخاصة. المستشفيات المجانية فيها تردي شديد، لأنه بقى هناك مستشفيات استثمارية، وبقى الطبيب منشغل ما بين ان هو يروح شغله الصبح ولا يروح المستشفى الاستثماري علشان ياخد فلوس. والممرضة كذلك، والستاف المساعد كذلك.
من هنا كان لابد من إعادة النظر في، طالما زي سعر الدولار كده، انت عومت الدولار عشان كان في سعرين، صحيح المنظومة لغاية دلوقتي ما انظبطتش 100%، لكن على الأقل الفجوة قلت. تمام. فاحنا مش عايزين سعرين لا في التعليم ولا في الصحة. مش عايزين يبقى دولار المدرسة ب 8 جنيه 88 ودولار المدرسة الخاصة ب 18 جنيه أو ب 14 جنيه. احنا ما زلنا محتاجين بنفس التفكير اللي عومنا بيه الدولار نعوم التعليم ونعوم الصحة، بس مش في درجة في اتجاه الاستثمار، في اتجاه ان انا الفلوس اللي بتضخها الأسرة بالورق والقلم في الصحة 66% الأسرة بتنفق من على القطاع الخاص في الصحة، والدولة تتحمل 34%. وبنقول عايزين صحة مجانية. طب ما تخلي تحسن الخدمات بقليل من الفلوس اللي بتدفع بره. وده يمكن منهج في قانون التأمين الصحي الجديد. طيب احنا هنستفيد في قانون الصحي الجديد وهنتكلم عن موضوعات كتير، بس استاذن حضرتك يعني حق المستمع معانا اتصالات تليفونيه. الو. لسه ما اتكلمناش عشان هناخد الاتصالات ومستعجلين. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الاستاذ؟ ايوه، مين معايا؟ انا اسمي سوسن. ايوه يا سوسن، اتفضلي. محافظه ايه؟ لو سمحت عندي مشكله من القاهره، انا من شيخ. طب انت محافظه ايه يا سوسن؟ القاهره. اتفضلي. طيب لو سمحت دلوقتي انا بقالي 3 سنين ونص متجوزه ومعايا بتاع، كل لما اروح اغيرها مش عايزين يغيروها لي. دلوقتي انا كل لما اعمل اي مستغرض ولا اي شهاده ولا اي حاجه ما بيرضوش يخلوني اعملها عشان ما ادفعش عليها. فانا قررت عشان اغير بطاقتي من انسه لمدام، راح قالوا لي خلي جوزك يجي يضمنك. يعني ايه حد هيجي يضمنك؟ انت مش معاكي قسيمه جواز؟ معايا قسيمه جواز وخدتها معايا. دلوقتي هم مش عايزين يعملوها لي على عنوان اللي جوزي قاعد فيه. طيب يعني هو ثواني، هو ده مش موضوع الحلقه، بس انا هقول لك يعني حاجه. دلوقتي انت يا سوسن عشان تغيري من انسه لمدام بقسيمه الجواز، انت دلوقتي عايزه حاجه تاني، انت عايزه تغيري العنوان. انا دلوقتي معايا القسيمه ومعانا عداد. طب يا سوسن كلمينا تاني، تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا بيك. مختلف مع حضرتك يا فندم، انا اسف على المداخله، عملت مع حضرتك مداخله من 3 أسابيع. انا مش سامعه كويس. عملت مع حضرتك مداخله قبل كده بخصوص اللي انا معاكم، وقدمت على، قلت لي روح لمحافظ اسكندريه يحل لك المشكله دي، وحضرتك بعد رحت انا محافظه اسكندريه اخذ بالك حولنا على الشؤون الاجتماعيه ما حلوش معايا اي حاجه يا فندم من ساعتها. ده انت المحافظ اصلا بتاعك اتغير؟ ايوه، ما رحت قابلته. ايوه الجديد ده اللي هو ممنوع يشوفه، حولوني بطلب للشؤون الاجتماعيه. الشؤون الاجتماعيه ما حلتش اي مشكلتي زي ما هي. رحت قالوا لازم تكون بتعمل علشان تحصل على مكان. لازم بتكون ايه؟ بتشتغل اعمال متثبت في حكومه او حاجه عشان اقدر اخد الموتوسيكل، لان انا قلت لحضرتك قبل كده انا من تحدي الاعاقه. اخد بالك يا فندم؟ سامعاك، اتفضل. فكنت عايز موتوسيكل اتحرك بيه بس. يعني انت عايز شقه ولا عايز موتوسيكل؟ موتوسيكل. وقلت لحضرتك، انت قلت لي روح المحافظه وان شاء الله هيخلصوا لك المشكله. لا، حدد لي طلبك، انت عايز ايه بالظبط؟ انا بقول لحضرتك انا من تحدي الاعاقه، كنت مقدم على دراجه بخاريه. اخد بالك يا فندم؟ ايوه. فانا كل اللي عايزه مكنه اتحرك بيها، لان انا عندي بس بيها. انت اسمك ايه؟ مختار سيف. عملت قبل كده مداخله مع حضرتك. ايوه انا عارفه مختار سيف. ايوه يا فندم. طيب يا استاذ مختار، سيب لي رقم تليفونك. شكرا ليك.
مين معانا تاني؟ طيب نرجع نكمل حوارنا مع دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب الأطباء شمال سيناء. أنا كنت هتكلم الأول على العفو الرئاسي، بس حضرتك خدتنا لنقطة التأمين الصحي والضمان الصحة الجيدة وتغطية المواطن المصري لكل عضو. نتكلم عن النقطة دي وبعد كده نرجع لنقاط حقوق الإنسان. نوقشت أخيرا يوم الأحد القوانين الخاصة بالتأمين الصحي، يعني حضرتك حدثنا عن هذه المناقشة. هو طبعا كانت اللجنة المنوطة بالتأمين الصحي بقانون التأمين الصحي وصلت إلى المسودة النهائية لهذا القانون. فاحنا طبعا علشان إدارة حوار مجتمعي على هذا القانون كنا عملنا من سنة حوار على القانون وطلبنا بعض الملاحظات، وطول السنة دي والحقيقة هذه اللجنة بتلتقي بحوارات مختلفة، وتقريبا عملوا 30 لقاء يعني. فكان آخرها بل أهمها هو اللقاء الذي تم يوم الأحد في المجلس القومي لحقوق الإنسان بناء على دعوة مني لخبراء الصحة والنقابات المهنية ذات الصلة ولجنة القانون ورئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس لجنة الصحة في البرلمان. والحقيقة كلهم حضروا، واحنا ادينا فرصة لكل الحاضرين يتحدثوا. يعني كان في 30 شخصية وكلهم بيمثلوا اما نقابة او بيمثل مجتمع مدني او شبكة جمعيات بتعمل في الخدمة الصحية والرعاية الصحية. وطبعا هذا القانون الحقيقة طبعا يحتاج إلى وقت للتطبيق قد يصل إلى 10 سنوات، وده كان في الهند طبقت في خلال 6 ل 8 سنوات، كوريا برضو طبقت في حوالي من 6 ل 8 سنوات، واعتقد انه مصر يمكن تطبق في 10 سنوات. وزير الصحة قال انه احنا محتاجين 13 سنة عشان نطبق القانون بالكامل، وكان مخطط انه يبدأ بمنطقة القناة وسيناء، وامبارح سمعت الوزير انه هيبدأ فقط بمحافظة بورسعيد. طبعا عشان يطبق القانون يعتبر مش بس قانون تأمين صحي، هو في طياته قانون للإصلاح الصحي، لأنه بيفصل الخدمة عن التمويل. في الهيئة التأمين الصحي الاجتماعي دي جهة التمويل، وبعدين هيئة الرعاية الصحية دي جهة تقديم الخدمة، والجهة الثالثة هي هيئة الرقابة والجودة والاعتماد، دي هيئة ثالثة مستقلة. فمش هينفع ان احنا ندخل مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعية والتعليمية الى منظومة التأمين الصحي بدون رفع كفاءتها وكفاءة العاملين فيها الى الدرجة انها تنافس المستشفيات الخاصة، لانه هيئة التمويل هتتعاقد مع مستشفيات خاصة وهتتعاقد مع مستشفيات حكومية. فاذا ما اترفعتش جودة المستشفيات الحكومية هتخرج من دائرة المنافسة، وبعدين هنلجأ نقول لا المستشفيات دي بقى يلا نخصخصها بقى، مش هينفع. فهيبقى باب لفتح باب الخصخصة وليس للإصلاح الصحي والتأمين الصحي. فعشان نرفع كفاءة المستشفيات دي محتاجين مبلغ لا يقل عن 90 مليار. وده مش هيتم بصورة عاجلة، لكن في ايدينا في حاجات ممكن تتم عاجلة، وده اللي نوهنا ليه في الاجتماع. انه انت مستني تعمل نظام طبيب الأسرة، دي مش محتاجة فلوس، ان انت تربط كل مجموعة أسر بطبيب من خلال الوحدة الصحية، ودي على فكرة بدأت في التسعينات مع الدكتور إسماعيل سلام. وللأسف بعدها تعرف عندنا كل الوزير بيجي بينسف حمامه القديم. وده كان نظام تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي وأهمل. عملنا مستشفيات تكامل ثم أهملنا مستشفيات التكامل وهكذا. فإحنا إن أنت ترفع من كفاءة الخدمة الطبية عن طريق التعليم الطبي المستمر ده مش هيكلفك كتير. ان انت عندك جامعات تقريبا منتشرة في كل مصر فيها كليات طب، فانت محتاج تطعم المستشفيات وزارة الصحة بصف جامعي يرفع كفاءة
سواء في التمريض او في الاساتذه او في الاطباء. ودي خطوات مش مكلفه ولا تحتاج لارجاء، ممكن تبدا فيها من بكره لو انت عندك خطه واضحه، لو انت عندك استراتيجيه واضحه. وانت بعد ما تطبق ده ممكن خلال 2 3 سنين تعمل حاجه بيسموها اكريديتيشن. اكريديتيشن يعني اجازه هذه المستشفى لان تكون تقدم الخدمه بصوره فيها جوده. انا ما بطالبش بجوده عاليه، بس بطالب بالحد الادنى من الجوده طبعا. تمام. وده مش صعب. نمرة 3 الخدمات الوقائية. القانون مركزش عليها كتير، ودي احنا يمكن ده كان معظم المناقشات حولها، لان احنا القاعدة العامة الوقاية خير من العلاج. طب انت ليه اهملت هذا الجزء الطب الوقائي من الطب الوقائي؟ الطب الوقائي هيبقى تبع هيئة الرعاية الصحية، ولا هيتبع وزارة الصحة، ولا هيتبع هيئة تنظيم التأمين الصحي الشامل؟ ومن سيدفع التكلفة؟ إذا كانت كل المنشآت الصحية ستؤول لهيئة الرعاية الصحية، فلمن ستؤول وحدات الطب الأولي اللي هي الصحة الوقائية؟ طيب منظومة التأمين الصحي التطبيق السليم لها، ايه التعديلات اللي ممكن يعني تطرح من المجلس القومي لحقوق الإنسان عشان تعديل منظومة التأمين الصحي؟ هو مش المجلس القومي لحقوق الإنسان، احنا بنستقي معلوماتنا ومن المجتمع، وعشان كده كانت الجلسة قالت ان احنا عايزين مجلس اعلى للصحة يبقى مستقل، محدش بيعينه ومحدش بيشيله، وده اللي يمنح التراخيص. تمام، سواء للمستشفيات العامة او الخاصة. وده موجود في دول العالم كلها المحترمة يعني. واللي هو هيئة الغذاء والدواء زي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ودي اللي تسمح بدخول الدواء ده أو لا تسمح، والأكل ده أو لا تسمح، أو الأكل ده مش مناسب ويجب وقفه وإغلاق مصنعه أو استمراريته. من هنا هو إيه اللي ممكن تحافظ على صحة الإنسان؟ الغذاء والدواء. وعلى فكرة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية زيها زي وزارة الدفاع الأمريكية. يعني قراراتها سارية كأنها قرارات البنتاجون، بل قراراتها تسري على البنتاجون. يعني لو أن الجار مجموعة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قالت أنه يجب أن البنتاجون يعد نفسه لحرب نووية لأنه في حرب بكتيرية الآن تشن على الولايات المتحدة، يجب أن البنتاجون يسمع وينفذ. يعني شوفي قد إيه وصلت درجة هذه الدرجة. المحافظة على الغذاء والدواء هي معناها المحافظة على الإنسان. الحاجة التانية إنه ما ينفعش إنه يبقى يعني زمان قالوا أبو بالين كذاب، إن أنت تشتغل في الحكومة وتشتغل في القطاع الخاص. لا، خير الناس، يا تشتغل في الحكومة يا تشتغل في القطاع الخاص. بالظبط. اللي عايز يشتغل في القطاع الخاص يتفضل ويشتغل، بس ملوش الدرجة الأكاديمية اللي هو فيها. أنت أستاذ سابق في كلية الطب لو أنت عايز تشتغل، لكن أنت خلاص أنت بقيت استشاري وتعمل خارج منظومة الحكومة، واكسب زي ما أنت عايز وادفع ضرايبك. والناس اللي هتفضل في الحكومة الفلوس اللي أنا وفرتها من هنا. بالعكس مجلس الجامعات بيطالب إن هو اعتراف ما بين الجامعة بين الوظيفتين. اعتراف ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. احنا بنتكلم على ان احنا نتكلم زي الدول التي تطبق معايير حقوق الانسان. انا لو عندي قيصرية باخد فيها 100 جنيه في مستشفى الحكومة، وقيصرية هاخد فيها 5000 جنيه في المستشفى الخاص، هروح المستشفى الخاص. يا اما انت تسيب ده تسيب ده. انت لو اشتغل في الحكومة 100 جنيه ممكن يبقوا 2000. تمام. وبدل ما انت بتشتغل واحدة كل اسبوع تشتغل 3-4 في الاسبوع في الحكومة. انت لازم تختار حاجة من اتنين. ما ينفعش السعودية بتطبق القطاع الخاص، ما ينفعش الامارات، الاردن، السودان، ما ينفعش تشتغل هنا وهنا. ليبيا يا خاصعة ما ينفعش. فاذا كانت الدول دي طبقت هذا النظام، احنا لسه متمسكين ان انا اشتغل هنا وهنا،
ما ينفع. انا مع انه عشان طبيب هناك الحكومه طبيب الحكومه له ثقل، والحكومه بتوفر له الدخل. ما احنا قلنا بقى احنا لو قلنا ما انا مش هسيب طبيب الحكومه في الحاله دي ياخد ال 200 جنيه وال 500 جنيه. اذا كنت ما انا لو استغنيت عن النص مثلا قالوا احنا هنروح قطاع خاص، يبقى انا وفرت يعني مبلغ كبير جدا. اعمل كوادر بقى عليا للناس، ما بقاش اعمل له انا حرمه من الخاص وما اديهوش في العام. يعني انا بديله مبلغ محترم يعني يحفظ كرامته ويحفظ كرامه اسرته وحياه كريمه، علشان يقدر يدي بعطاء كامل، ويبقى الشغل عنده من 8 ل 5، وبعد 5 بيروح يستريح في بيته بين اسرته وبين ولاده. وده اللي كنا في دول العالم بره. يعني احنا لما اشتغلنا بره كنا بنشتغل من 9 ل 5. بعد 5 خلاص اوف مفيش شغل، وفي راحه تاخد مرتب محترم وخلاص. من 9 ل 5 انت بتدي كل وقتك لهذا العمل. طبعا. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مفيش حاجه ان انا ادي لك ترخيص تشتغل طول العمر كده. لازم يبقى في حاجه اسمها ري لايسنس. لازم امتحان كل 3 أو 5 سنين. ما ينفعش ادي لك ترخيص كده طول العمر تشتغل بيه. بيعطى ترخيص طبعا انت ترخيص مزاوله مهنه واستمر عيش حياتك. لا طبعا. في الترقي لازم يبقى في امتحان، اللي ما ترقاش بياخد كل 3 أو 5 سنين امتحان. نعمل لها نسبه بس 5 سنين بالظبط. وده موجود برضو في كل دول العالم المتقدمه. طيب دكتور صراحه استاذنك، معانا اتصالات تليفونيه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن اعمل مداخله تليفونيه مع الدكتور؟ ايوه هو سامعك، اتفضلي. لو سمحت حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا ليا اخت تبع ال5%. اتفضلي. انا ليا اخت حضرتك تبع ال5%، وهي معاها ليسانس حقوق، عندها اعاقه بصريه. فحضرتك عايز اعرف ايه موضوع حكم المحكمه الاداريه العليا بشان تعيين المعاقين من غير مسابقات حكوميه، لان هي بصراحه الحقيقه متضايقه من قعدها في البيت، وفي نفس التوقيت عايزه تشتغل بمؤهلها. اوكي اتفضل. طبعا انا دكتور مش حقوق، مش حقوق الانسان. هم طبعا في ال5% دي حق دستوري وحق قانوني لكل الناس من خلال مسابقه. يعني في مسابقه بتتعمل، وبعدين في توصيف بتعمل من خلال مديريات القوى العامله انه ده ينفع في ايه انا هجيب لك وده ينفع في ايه. السؤال من ناحيه ثانيه. المجلس القومي لحقوق الانسان عندما يتبنى ذوي الاحتياجات الخاصه للدفاع عنه في الحصول على الوظيفه هيعمل ايه؟ بقول لحضرتك انت التبني في حدود القانون. يعني انت لو في مسابقه في التعليم مثلا عايزه 100 واحد، يبقى لازم 5 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصه. وال5 دول يوظفوا، بيبقى في توصيف ليهم من خلال مديريه القوى العامله. بتتعمل اختبارات معينه، بيقول ده ينفع في وظيفه كذا وكذا 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 بشهاده معينه. تمام. اذا كان في اطار المطلوب لهذه الوزاره من حقه هذه الوظيفه في طبعا بالمسابقه، لكنه يبقى متعين خارج المسابقه. يعني ما فيش تعيين خارج مسابقات. لا يستطيع لا محافظ ولا وزير انه يعين خارج المسابقه. تمام. لازم من خلال المسابقه. طيب هي ممكن تستعين بالمجلس القومي لمساعدتها؟ هي في مجلس القومي للاعاقه. هو ده اللي موجود في سنة القبة. هو المنوط بكل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب معانا تليفون تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذ لو سمحتي؟ اتفضل يا فندم. مين معايا؟ ابراهيم محمد مع حضرتك. محافظة ايه؟ محافظة القاهرة. ايه مش سامع؟ محافظة القاهرة. طيب اتفضل يا استاذ ابراهيم. دلوقتي يا استاذ انا مع المعاش بقالي دلوقتي حوالي 14 سنة. خدت بال حضرتك؟ ومع المعاش بقالي 14 سنة. معاشي 750 جنيه. خدت بال حضرتك؟ فانا دلوقتي كنت في التأمين الصحي، وحبيت ان انا انزل المدام معايا تبع التأمين. فدلوقتي عرفت ان هم بيخصموا مبالغ جامدة، بياخدوا مبالغ جامدة.
انا دلوقتي لما كنت الاول كنت بكشف، كنت بروح اكتب ما كنت بدفع حاجه. دلوقتي لو حبيت اعمل تحليل، خدت بال حضرتك، بياخدوا مني قد كده. اعمل اشاعه ياخدوا مني قد كده، بيحسبوا يعني. بروح بدفع حق الحاجه اللي انا اللي انا بعملها. طب انا دلوقتي منزل المدام معايا في التحليل، سمعت دلوقتي وانا رايح اقدم ورق، عرفت ان في واحد خاصمين منه عشان يعملوا له تأمين 127 جنيه يخصمهم له من معاش. طب دلوقتي حضرتك لما انا انزل المدام معايا، طبعا هي ما بتكشف بره مش في التأمين، اما بتكشف بره بجيب لها علاج قد كده. قلت انزلها معايا في التأمين، خدت بال حضرتك، على اساس ان انا طبعا سامع ان انا ممكن كل واحد ليه تأمين صحي وكل واحد ليه حاجه زي كده. فقلت انزلها معايا في التأمين، عرفت ان هم بيخصموا مبالغ جامده من المعاش. فهي اللي دلوقتي حضرتك زي دلوقتي حضرتك التأمين الصحي واصحاب المعاشات من المبلغ دوت. ولو خصموا الحاجه زي دهيت مثلا، طب انا هيبقى لي ايه بالمعاش؟ واتكلمت قبل كده في موضوع المعاش طبعا، في ان هو احس بالمعاش طبعا. ما حدش طبعا بيسال ولا حد رد عليها في حاجه. اروح اعمل اشاعه يقولوا لي عايزين قد كده، عايز اعمل تحليل بعمل قد كده. حضرتك انا بقالي دلوقتي يمكن داخل على السنه، يمكن شهر او شهرين اروح اعمل عمليه. كل شهرين اروح اعمل عمليه ضخامه، عمليه حصه، اروح اشيلها واركبها تاني ومش عارف ايه وبتاع. وكل ما بعمل عمليه زي كده، خدت بالك، ادفع مش عارف رسوم ايه، وادفع رسوم كذا وادفع رسوم كذا. طيب ماشي يا استاذ ابراهيم، اسمعنا من خلال الراديو. شكرا ليك. ماشي، شكرا لك. العفو العفو. معانا تليفون تاني. الو الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه يا الله. استاذه شيرين. اهلا بيكي. الله يبارك فيك يا بنتي. الله يخليكي. ليا شكوى عند حضرتك وعند الاستاذ. اتفضلي. انا ست عندي 65 سنه، ولا ليا معاش ولا ليا حاجه، وعامله معاش ضماني بقالي سنه وشهر، من شهر 2 السنه اللي فاتت. المعاش بتاع الضماني ده وما خدتوش لحد دلوقتي. كل ما نروح انا كفيفه وقاعده ابعت يقولوا لي لسه المعاش، ومدوغين لحد دلوقتي. يقولوا الوزيره ما مضتش. انت ساكنه فين يا حاجه؟ نعم. ساكنه فين؟ ساكنه في العمرانيه. ساكنه في العمرانيه، وهم وافقوا لك على ضمان المعاش الضمان الاجتماعي؟ ايوه وافقوا لي بقالي سنه عامله الورق. طب وما بتاخدوهوش ليه؟ كل ما اروح عشان نقبض يقولوا لي بعد شهرين، بعد شهر، بعد الاسبوع الجاي. الوزيره ما مضتش. طب انا اعمل ايه؟ مش عارف. طب وانت عرفتي منين ان هم وافقوا لك؟ حالتي ايوه وافقوا، وبعدين مش عارفه. طيب بصي يا حاجه مين معايا؟ هدى. طيب يا حاجه هدى، معلش هستأذنك، هاخد بياناتك بس بعد الهوا. طيب ماشي، كلميني الساعه 4:15 بعد اذنك يا حاجه هدى. شكرا ليكي. طيب ناخد فاصل طب عايزين نرد على الاستاذ ابراهيم. الاستاذ ابراهيم بالنسبه للمعاشات، طبعا قانون التامين الصحي اللي احنا بنناقشه بيعفي اصحاب المعاشات من كل النسب اللي بيتكلم عليها. يعني ما ينفعش يعمل مثلا اشعه ب 100 جنيه نقول له ادفع 25% عشان نعمل لك الاشعه. كل اصحاب المعاشات معفيين من النسب، تمام، بالاضافه الى انه فقط اشتراكه في التامين الصحي هو 1%، بشرط ان يكون بياخد الحد الادنى التي حددته الدوله، يعني ما يقلش معاشه عن 1200 جنيه. اذا كان اقل من كده ينطبق عليه الضمان الاجتماعي، الدوله تدفع له حصته في اشتراك التامين اللي هو 1%. ايوه الدوله اللي تدفعه. حتى مراته ازاي هو بيعاني بيقول ان انا بدفع 100 و100؟ هو ده النظام الحالي. هو بيتكلم على النظام الموجود حاليا. ده موجود حاليا. لكن احنا بنتكلم في القانون الجديد. ده بيعفي اي حد تحت الحد الادنى، تحت 1200 جنيه. اما بالنسبه لزوجته اللي بيقول عايز يضمها، اذا كانت برضه لا تتقاضى معاش او مش موظفه سابقه، دي تعتبر زيها زي كل شبكه الحمايه الاجتماعيه، عمال الترحيل، الفلاح اللي ما عندوش دخل ثابت، اللي وهكذا. كل دول ليه انا بقول لك عايزين 90 مليار علشان تدفع الدوله حصه كل من هم تحت شبكه الحمايه الاجتماعيه.
طب حتى يتم تطبيق ذلك ماذا ما هو يفعل؟ اصله ما هو عشان يدخل تحت مظلة التأمين لازم يبقى له بطاقة ولازم يبقى له كود بطاقة ما هو تأمين ليه صحي. تأمين صحي بس لا هو من هو يعني هو متضرر ان هو معاش 750 جنيه وبيدفع ما دي تحاليل القوانين، واشعاعات. دي القوانين الحالية، دي القوانين الحالية اللي احنا عايزين نغيرها بمشروع القانون اللي هيلغي على حاجة اسمها نفقة الدولة، وهيلغي مفيش ده فرق. يطبق بعد 10 سنين. لا هو اتطبق خلال 10 سنين، ما احنا هيبدأ من بس يتوافق عليه. المفروض ان هو يخش 5 محافظات، 5 محافظات يخش حيز التطبيق، لانه ما انت عايزه توفري هذا المبلغ، هتوفريه ازاي؟ ما احنا كنا بنتكلم في انفجار سكاني ومفيش فلوس. انا نفسي اطبقه كله بكره، بس اذا كانت كوريا طبقته في 6 سنين والهند طبقته في 8 سنين وهي اقتصادات عالميه، فما بالك في هذا الاقتصاد الحالي اللي احنا فيه. انا شخصيا نفسي انه يتطبق خلال 24 ساعه يعني لو بايدي يعني. لكن هذا كلام الحكومه انها بتقول مش هتقدر تطبقه. ده احنا كنا متفقين من 8 10 سنين. انا سمعت الوزير امبارح بيقول 13 سنه، وده كلام يعني مستحيل. يعني ايه 13 سنه يعني. طيب في تليفونات؟ طيب ناخد تليفون وبعد كده ناخد فاصل. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته. استاذ شريف؟ اهلا بيك. الف سلام عليك. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. الله يخليك. معاك ايمن من محافظه اسماعيليه. ايوه يا ايمن الله ازيك؟ يخليك. والله يا دكتور يا استاذ شيرين، من الموضوع اللي عرضته على حضرتك الاسبوع اللي فات بتاع لما كان معاك الدكتور بتاع مدير عام الجامعات بتاع جهاز القسطره بتاع مستشفى ايوه الجامعه. حصل فيه ايه؟ لا ما اشتغلش. وبعدين انا رحت يا استاذه اول امبارح، كان معانا ناس تعبانه هناك ورايحين نزورهم، فبنسال يعني في ناس كويسين هناك في المستشفى، بنسال قال لك المشكله الشركه ما بعتتش اي حد يصلح الجهاز لان الشركه ليها فلوس قديمه من شهر 2. فده نوع من حقوق الانسان. يعني انا النهارده لما يكون عندي واحد تعبان بالقلب قول لي اسم المستشفى تاني يا ايمن. مستشفى الجامعي بمحافظه اسماعيليه. جهاز القسطره بتاع القلب. عندها في جهاز قسطره قلب بايظ، والاسبوع أيوة اللي فات كان معانا الدكتور حسام عبد الغفار امين عام مجلس اعلى الجامعات، وقال له خلال انا اتبلغت بيه الجهاز ده، وخلال الفتره الجايه اليومين الثلاثه دول هيتصلح. وبعدين في برضه حاجه يا استاذه بينا وبيقول لك الجهاز لحد دلوقتي بتبقى فيه حالات صعبه رايحه جهاز القسطره. يا استاذه ممكن اسال الدكتور بس بخصوص موضوع تكافل وكرامه اللي قال عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل المحترم اللي بيحب البلد دي. بالنسبه للموضوع ده يا فندم اتعمل عندنا في محافظه اسماعيليه، وجينا نبص لقينا يعني في ناس كتير، يعني المفروض الحاجه ديت معموله للغلابه اللي يستحقوا. جينا نبص لقينا ناس كتير عندها اراضي وعندها عمارات وناس مبسوطه واحنا عارفينهم شخصيا، لقيناهم بيعملوا الورق ده من الجمعيات الزراعيه اللي ما عندهمش ورق، اراضي زراعيه بيعملوا ورق، وبيروحوا برضه الشؤون يعملوا ورق. يعني احنا النهارده الراجل المبسوط المفروض يسيب الحاجه دي للغلبان اللي يستحق. هو ده دور المواطن المصري وهو ده دور الدوله. فاحنا عايزين يا ايمن دي قضيه. انت دلوقتي يعني انت مش هتطلب من واحد غني ان هو يحس بالفقير الا اذا كان هو من جوه عايز يعمل كده. ما احنا عايزين حقوق الانسان بقى دورهم. ما هو حقوق الانسان مش هتقدر تلزمهم بحاجه زي كده. القصه الثانيه اللي انت بتحكيها الناس بياخدوا اراضي واراضي زراعيه، دي قضيه فساد. لا يا استاذ شيل مش على كده. الناس ديت يعني النهارده اللي التكافل والكرامه ده المفروض يتعمل للناس اللي ما عندهمش اراضي او وظائف او طب ما هو مسمى فعلا عليهم. بيتعمل كده. لا النهارده بقى الناس ديت بتروح الجمعيات الزراعيه، ما انت بقول لك هات لي ورق من الجمعيات الزراعيه ما عندكش ارض. فبتاع الجمعيه الزراعيه طبعا صديقه او معرفه بص يا ايمن، عارف يا ايمن، عارف النظام اللي يقول لك انا يعني عملت حاجه ورحت بوظت حاجه، ما هو ده فساد. ما هي دي ناس فاسده اللي بتعمل كده، اللي هي بتستحل 325 جنيه اللي بيحتاجها الفقير، وتبقى بالنسبه له دخله الشهري وهو معاه فلوس، وعشان متواطئ مع واحد تاني في قلب المكان بيعمل كده. ما هي ده فساد. دول ناس دول يعني انا مش عارفه اقول فيهم ايه. والله ربنا يستر يا شيخ. والله الواحد بيشوف الناس الغلابه يعني بتصعب عليه نفسه والله. الناس النهارده انت لو عرفت، انت لو حطيت ايدك على حاجه زي كده ومعاك دليل واثبات كلمني وقول لي. ماشي يا استاذ شريف. ماشي، وباسامي الموظفين واسامي الناس المتقدمين. ماشي يا استاذ. كلمني وقول لي وانا هكلم بتوع وزاره التضامن الاجتماعي هنا. والله اعلاميه وطنيه حضرتك. خلاص ماشي. شكرا يا ايمن. ناخد فاصل. اتفضل يا فندم الدكتور. الف شكر يا فندم. طيب ناخد تليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مين؟ استاذه شيرين، انا اسمي سعيد محمود احمد من كفر الشيخ، حضرتك مركز مطوبي. ايوه استاذ سعيد اتفضل. حضرتك انا عندي بنت عندها ثقبين في القلب،
وحضرتك انا رحت مكتب الأورمان اللي في كفر الشيخ، ودوني مكتب التعاون اللي هو بتاع الأورمان اللي في القاهرة. طلع لي قرار من هناك ان بنتي تتعالج على نفقة الأورمان في مستشفى 6 اكتوبر، والقرار خدته ورحت المستشفى. حضرتك رحت لقيت المندوب بتاع الأورمان هناك، قال لي هات لي الورق. عطيت له الورق حضرتك، وبعد ما عطيت له الورق قال لي روح وانا اتصل بيا الساعه 10. قلت له طب احنا مش هنقابل دكتور ولا حاجه؟ قال لي لا انا هنا اللي بعمل كل حاجه. قلت له ماشي. روحت ثاني يوم حضرتك بتصل بيه، قال لي العمليه بتاعتك اترفضت. قلت له ليه؟ ما العمليات دي كلها بتتعمل على نفقه الأورمان، وانا هروح لمين واروح فين مانيش عارف. وانا اتصلت بحضرتك. هي بنتك بتعمل عمليه ايه؟ عندها ثقب في القلب وتوسع في الصمام. عيله عندها سنه واربع شهور. سنه واربع شهور. وانت خدت علاج اخدت قرار بعلاج على نفقه الدوله؟ حضرتك انا ما خدتش على نفقه الدوله لسه. جمعيه الأورمان. خدت قرار من جمعيه الأورمان المكتب اللي في التعاون. طيب القرار ده ما خدته من الجمعيه، مين اللي رفض القرار ده؟ اللي رفض القرار واحد اسمه الاستاذ اسماعيل اللي المندوب في مستشفى 6 اكتوبر تبع الأورمان. مستشفى ايه يا فندم؟ 6 اكتوبر. القرار طلع لي على مستشفى 6 اكتوبر الخاصه، 6 اكتوبر الخاصه. طيب انا مش عارفه. طب يعني 6 اكتوبر الخاصه دي فين؟ فين مكانها؟ 6 اكتوبر في الدقي. في الدقي حضرتك، في الدقي. 6 اكتوبر اللي هي في الدقي؟ ايوه حضرتك. دي مش خاصه، دي تبع التامين الصحي. طب حضرتك هم ودوني هناك والقرار مكتوب فيه مستشفى 6 اكتوبر الخاصه. وساعتك ما راجع جمعيه الأورمان، يراجع جمعيه الأورمان. طب انت ما رجعتش تاني ليه لجمعيه الأورمان؟ هو قال لي اتصل بيا، فانا لما اتصلت بيه وبعد كده بقيت اتصل بيهم، لان انا لما بروح من مطوبس لغايه القاهره حضرتك بعوز لي 500 600 جنيه. لا انا مش سامعاك كويس، قول تاني. ما معيش فلوس اروح، فانا بروح. انا لو يقول لي تعالى حضرتك لو توصليني ويقول لي تعالى وانا اعمل لك العمليه انا هروح. حضرتك انا ما بقتش عارف اعمل ايه، عندي ولاد ثانيين اهملت فيهم عشان البنت دي. طيب خليك معايا ما تقفلش، خليك معايا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا. لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين، ومنورنا في الاستوديو دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. لسه هنكمل كلامنا دكتور صلاح على المجلس القومي لحقوق الانسان، بس انا المتصل الاستاذ مختار سيف اكيد انت سامعني دلوقتي. تروح لمكتب محافظ اسكندريه الاستاذه حنان وتقدم طلب. تروح لمكتب محافظ الاسكندريه للاستاذه حنان في مكتب محافظ اسكندريه وتقدم طلب. وبعد ما تقدم طلب هتصبر كده لحد ما يوفروا لك التروسيكل اللي انت عايزه. انا كلمتها وقالت لي انا قلت له يجي يقدم طلب وهو ما جاش. فيا ريت يا جماعه بدل ما نطلع ونقعد نتكلم في التليفونات ونستسهل وعايزين نقعد في بيوتنا والحاجه تيجي لحد عندنا، نتحرك ونصبر. يعني نتحرك ونصبر الحاجتين، مش ان احنا عايزين حاجه كده يعني بالساهل. دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء اصدر من لجنه العفو الرئاسي اعداد قائمه للمحبوسين واستبعاد طبعا من هذه القائمه المنتمين لجماعه الاخوان للشباب المفرج عنه. عايزين نتكلم استفاضه عن هذا الخبر. والله احنا ما عندناش تفاصيل لهذا الخبر، لكن هو طبعا عضو اللجنه هو عضو المجلس القومي لحقوق الانسان الاستاذ محمد عبد العزيز، وبيدينا بعض المعلومات في الجلسه العامه بتاعه المجلس. وهو الحقيقه قبل ما تصدر هذه القائمه كان قال انه صحيح ان القائمه تعثرت شويه واتاخرت، لكن ان هم خدوا ضوء اخضر بعمل القائمه الثالثه. يعني معنى كده انه العمل مستمر والقوائم ستتوالى. ودي حاجات الحقيقه تعتبر ايجابيه. يعني وان كان طبعا بعض التعليقات اللي انا قريتها
ان دول بعضهم او جزء كبير منهم فاضل في حبسه قليل شهور او حاجه، انا بقول لو يوم يعني اسمه برضه خرج الى الحريه، لان اليوم في الخارج داخل الاسوار ب 100 يوم بره او ب 1000 يوم بره. فيعني ما حدش يقول اصله فاضل شهرين وخرج، اصله فاضل 3 شهور وخرج، ده يعتبر عفو. يعني ان انت تنقص يوم من هذه المحكوميه يعتبر عفو. فيعني احنا مش عايزين يعني نقلل من هذا. وانا بتمنى ان القائمه كانت 80 المره اللي فاتت و82 المره دي 203، بتمنى القائمه الثالثه تبقى 400 500 واللي بعديها 1000 وهكذا يستمر. يعني هو الرئيس قال حاجه مهمه جدا، قال انا اعلم ان هناك مظلومين خلف الاسوار. فدي مهمه اللجنه. الحاجه الثانيه ان هو كان التوجيه بانه يتم الاعفاء عن من لم يرتكب عنف. فيجب البحث بين الملفات وبين الاستمارات التي جمعناها في المجلس القومي لحقوق الانسان وسلمت الى لجنه العفو الرئاسي، وبرضه لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب قدمت بعض الاستمارات. واعتقد يمكن المصري اليوم كمان عملت هذه المبادره. فعايزه بحث. صحيح عدد الافراد اللجنه قليل، 5 بس، بيبحثوا في مئات الملفات ولازم يبحثوها بدقه يعني. ويعني عمل شاق، انا بحييهم عليه وبشكرهم عليه من وقتهم وظروفهم، ويعني ومسؤوليه كبيره ومسؤوليه ضخمه. اخرى بتشكل مثل هذه اللجان لعمل عفو؟ اكيد في، طبعا في لجان عفو في كل الدنيا، يعني في لجان عفو وتحت اي مسمى. في لجان العفو الصحي، وفي لجان العفو الشرطي، وفي لجان للعفو الرئاسي. ازاي العفو يعني الصحي؟ مش فاهمه. في حاجه اسمها افراج صحي، يعني عشان خاطر صحته مش مستحمله. يعني واحد عنده، وده انا برضو بطالب بتفعيله، وهو دخل في نطاق اللجنه على فكره. لواحد محكوم نهائي مثلا ب10 سنوات وعنده لوكيميا في الدم او سرطان في كذا، يعني ده، او عنده فشل كلوي وبيغسل وحاله متاخره، او عنده مشكله في الفشل الكبدي او هكذا، او سرطان متقدم او سكر متقدم لدرجه انه بيعمل نوع من فشل في بعض الاجهزه. كل الحاجات دي الحقيقه يجب النظر اليها في الافراج الصحي، لانه ده حبيس مرضه. يعني احنا لو تركناه في بيته مش هيتحرك ومش هيروح اي حته، مش هيعمل اي اتصال، هو اصلا حبيس مرضه. فيعني قصه ان احنا يكمل حبسه لغايه ما يموت في حبسه، ده يعني يتنافى مع حقوق الانسان، طالما انه يعني راجل متقدم في السن عنده امراض مستعصيه وهو امراض ليست لها علاج، او بياخد علاج كيماوي لفترات طويله. ويعني ده اللي بياخد علاج الكيموثيرابي ده بياخد العلاج يوم 2 3 وبيفضل تقريبا اسبوع شبه غايب عن الوعي على ما يفوق من العلاج الكيماوي، يبدا في الجرعه الثانيه بعدها باسبوعين وهكذا. فيعني طبعا ناهيك عن الاثار الجانبيه التي تسببها العلاج الكيماوي لهذه الحالات. طبعا. والناس اللي عايزه زرع النخاع واللي عايزه وهكذا، كل الحالات دي يعني الحقيقه يجب النظر اليها بعين الاعتبار. بعين الرأفة. معانا اتصالات تليفونيه بستأذنك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذه شيرين، انا اللي كلمتك دلوقتي ورصيدي خلص والله، واستلمت عشان اكلمك. ايوه يا سوسن. انا دلوقتي والله بقول لك انا دلوقتي متجوزه بقالي 3 سنين ونص، ومعايا بتاعتي انسه، وكل ما اغيرها مش عايزين يغيروها لي. انت عايزه تغيري ايه يا سوسن؟ انا عايزه اعملها مدام، انا بتاعتي انتهت ومعيش بطاقه، مش ماشيه بطاقه. بطاقتك انتهت، انت عايزه تغيري العنوان؟ انا عايزه اغير عنوان على عنوان جوزي اللي انا مختار فيه دلوقتي. يا بنت الناس اسمعيني بس، خدي وودي معايا في الكلام. الشقه دي اللي انت هتغيري العنوان عليها دي بتاعتك او بتاعت جوزك؟ ايوه،
مستقرين فيها، احنا في بيت عيله يا استاذه شيرين، ومعانا اثبت اللي احنا قاعدين. يا سوسن، الشقه دي اللي هتغيري العنوان بتاعها مكتوبه في العقد باسم مين؟ لا احنا قاعدين في بيت عيله، ما معناش عقد، احنا قاعدين في بيت عيله. ده اللي انت عارفاه. الحكومه دلوقتي العقد اللي مكتوب اسم الشقه باسم مين؟ احنا موجودين، احنا باسم ابو جوزي. باسم ابو جوزك. ابو جوزك ده عايش ولا متوفي؟ لا عايش. عايش، يبقى يروح معاكي ويقول دي ساكنه معاه. ما رضوش يا استاذه شيرين، مش راضيين حمايه يضمني حتى. مين اللي مش راضي؟ حماتي. مين اللي مش راضي؟ انا رحت امبارح انا وحماتي، ما رضوش يخلوني اعمل بطاقه. يا سوسن، مين اللي مش راضي؟ البطاقه اللي السجل. السجل مش راضي وهو رايح معاكي؟ ايوه، لا ما رضوش يخلونا. انا رحت امبارح وجبت الاستماره ومليتها وكل حاجه، وما رضوش يخلي حماتي تضمني. قالوا لي هات اخوكي. طب انا دلوقتي لما اجيب اخويا عايزين يعمل لي عنوان على عنوان اخويا، واخويا متجوز وقاعد في النهضه. انا لو حصلت لي حاجه، انا دلوقتي يا استاذه شيرين بنزل انا وبنتي في الشارع بتتعب ولا حاجه، برجع مش لو حصلت لي حاجه يجيبوني على فين؟ مش يجيبوني على عنوان جوزي اللي انا قاعده فيه دلوقتي؟ مش دي عفسه حقوق المراه ولا انا ولا مش؟ اللي اعرفه كالاتي: انت لما تروحي وتغيري العنوان ده صاحب العنوان لازم يقول انا نفسي لما رحت غيرت عنوان، ماشي، اما الشقه دي بتكون ملكي بقدم عقد الملكيه، ماشي، الشقه دي بتاعت جوزي بقدم قسيمه الجواز، او عقد ايجار، او الشقه دي بعقد ايجار، بعمل عقد ايجار. لو الشقه ملك اخويا، ملك مثلا ملك اخويا، ملك اختي، هم بيجوا معايا السجل المدني وبيقولوا ان دي ساكنه معانا. طب يا استاذه شيرين، احنا دلوقتي انا لما رحت امبارح خدت نسبه اللي انا قاعده في البيت، خدت وصل نور. روحي امشي قانوني، وبعد كده الموظف اللي هيقول لك لا ما ينفعش روحي لمدير الشهر اللي بتاع ده السجل المدني. يعني انا اعمل ايه؟ انا اروح بكره يعني انا حمايه؟ بكره شو هم طلبوا منك ايه؟ هم قالوا لي تجيب اخوك هو اللي يضمنك. يضمنك بايه اخوكي؟ لما يضمنك ليه اساسا لما انت مش هتعيشي معاه؟ انت عايشه في انا قلت لهم امبارح كده، قلت لهم انا اضمن نفسي بنفسي، ما رضوش يخلوني اضمن نفسي. قالوا لي لا، ما رضوش يمشوني. لازم ده حاجه تاني غير تغيير العنوان، ده ضمان. طب ماشي، هما دلوقتي انا كان معايا بطاقه وانتهت، وانا عايزه اطلع بطاقه متزوجه. بعد اذنك كلميني بعد الهوا عشان الموضوع ده اصلا هيطول. اديني تليفون تاني. معانا تليفون تاني؟ الو، في تليفون تاني ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه شيرين؟ والف سلام على حضرتك. الله يسلمك. مين معايا؟ رحاب عبد العاطي عبد العزيز، مسؤول تمكين ثقافي في احد قصور الثقافه في القاهره. اهلا يا حبيبتي، ازيك انت؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ تحياتي للدكتور صلاح. والله الموضوعات اللي حضرتك بتقولها موضوعات قيمه جدا جدا، لكن دلوقتي انا عندي يعني كذا سؤال برضو يا ريت حضرتك تقولهم. اتفضلي يا حبيبتي. دلوقتي يعني مؤسسات حقوق الانسان كتيره جدا، وكلهم اسمهم المجلس القومي برضو. انا مش عارفه ازاي يعني كذا وسيله اعلام تعلن او يكون في مثلا لقاء يقولوا ايه المجلس القومي لحقوق الانسان. طب احنا نعرف ازاي المواصفات والمعايير اللي تاكد لنا ان هو ده المجلس اللي فعلا بيناقش القوانين مع مجلس النواب ومع الحكومه، على اساس ان يبقى همزه وصل بين الجمهور والحكومه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، دلوقتي يعني بالنسبه للصحه في فساد كبير جدا جدا في مستشفيات التامين عموما، بعض مستشفيات التامين يعني حتى في القاهره. ويعني الحكايه دي نعالجها ازاي؟ هل هننتظر لحد ما القانون يتطبق اللي هو قدامنا يعني كذا سنه على بال ما نطبقه، ولا المفروض انه على الاقل حتى المستشفيات دي الاجهزه اللي فيها تبقى جديده ويعني او تتصلح وكده، دي يبقى فيها اهتمام؟ دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى انه في دوائر الحكومه عموما كتير جدا من الفساد، وموظف الحكومه بيعتمد ان هو قاعد لحد المعاش او لحد ما يعمل هو استقاله او اي حاجه زي كده. طيب دلوقتي ليه ما نعملش تقارير سنويه مثلا؟ التقارير دي تبقى بناء على شغل الموظف نفسه، يعني الموظف اشتغل وبكفاءه، والجمهور اللي بيتعامل معاه، خصوصا يعني الاماكن اللي بيتعامل معاها الجمهور، يعني زي القوى العامله، زي الثقافه، زي حاجات كتيره يعني التربيه والتعليم برضو وهكذا، ان يتعمل تقارير، والتقارير دي تتقدم لمكان معين تبع الدوله برضو، وان الجمهور ممكن يعني يكون في خط ساخن، الجمهور يشتكي
يقول والله انا كنت في المكان الفلاني والموظف الفلاني اتعامل معايا بالشكل الفلاني، ويقول اسمه ويقول كل حاجه، يبقى هنا الدوله تعرف وما يبقاش محاباه لا من مدير ولا رئيس مجلس اداره ولا اي حاجه زي كده. دي كل اقتراحاتي واسئلتي، ويا ريت اخر حاجه بس ان شاء الله حضراتكم تقولوا لي يعني اتواصل معاكم ازاي على اساس يكون في برضو تعاون ما بيننا باذن الله يعني. وصول الثقافه وحضراتكم. شكرا يا رحاب. شكرا جزيلا. عايزين نرد على المقترحات اللي قدمتها رحاب. يعني هي مقدمه مقترحات جيده، وهي رغبه في وسيله تواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان لتبادل هنقول ايه، تبادل التعاون ما بينكم لصالح المرأة. هي اسمها رحاب. طبعا استاذ رحاب، المجلس القومي لحقوق الانسان بيهتم بكل القضايا بما فيها القضايا الاشخاص ذوي الاعاقه، لكن طبعا في مجلس خاص اسمه المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. هي ملهاش دعوه بالموضوع، احنا مش بنتكلم عن الموضوع ده، احنا بنتكلم على اولا الاقتراحات بتاعتها اللي هو رقم واحد. اللي انا فهمته او سمعته، الصوت كان ضعيف، انا سمعت بالنسبه للتامين الصحي. يعني احنا مش هستنى 10 سنين على ما قانون التامين الصحي وده اللي انا بدات بيه الكلام، اللي قلت ان انا ممكن ابدا من بكره. ابدا من بكره ليه؟ ابدا من بكره في رفع كفاءه المستشفيات. رفع كفاءه المستشفيات، وده مش هيكلفني كتير ان انا ارفع كفاءه العاملين تمريض واطباء وغيره، باربط كل مجموعه مستشفيات بالجامعه اللي هي في نطاقها، وده من خلال مشروع اسمه التعليم الطبي المستمر. فمش معقول ان انا عامل مركز للتدريب القومي للاطباء في العباسيه وعايز كل اطباء مصر يجوا يتدربوا في المركز القومي للتدريب في العباسيه اللي عاملاه وزاره الصحه. ده نوع من يعني التفكير المركزي الذي عفى عليه الدهر. احنا بنتكلم في اللامركزيه، وبعدين تقول لي لا كل يجي يتدرب هنا، مش مستحيل. في جامعه سوهاج، في كليه طب سوهاج، في طب اسوان. استاذن حضرتك دكتور صلاح، انا الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، وعلى الساده المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت. لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين، ونورنا في الاستوديو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. عايزين نتكلم على نقابه الاطباء في شمال سيناء، المنطقه التي تحظى الان بقلوب المصريين، منطقه شمال سيناء، ودي حقيقه كامله يعني. بس استاذن حضرتك ناخد تليفون وبعد كده نكمل حوار. معانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمد امين عيسى ومن الاسماعيليه. يا استاذ محمد ازيك؟ اتفضل. اولا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا استاذ محمد، الله يخليك. وتحياتي للدكتور صلاح سلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور صلاح، حضرتك في اول الحديث قلت من اول حقوق الانسان حقه في الصحه والتعليم والحياه الكريمه. كيف تتحقق له الحياه الكريمه في ظل الارتفاع الفاحش في الاسعار؟ يا دكتور انا بقبض مرتبي يوم 1 في الشهر، اخر الشهر بيبتدي معايا يوم 2. ان كنا بنلوم التجار اللي بيرفعوا الاسعار، طب مين اللي رفع سعر الدواء وسعر البنزين؟ صراحة التجار من ناحية والحكومة من ناحية، واحنا الضحية. وفين بقى حقوق الانسان؟ ده انا يا دكتور من ايام مقابل واحد صاحبي زعلان وحزين، بقول له مالك يا فلان؟ قال لي عشان الاسعار البنزين اللي غلوه ده. بقول له انت عندك عربية؟ قال لي لا عندي ولاعة. ماشي يا استاذ محمد، شكرا ليك شكرا ليك، هنناقش الموضوع ده. معانا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ايوه يا استاذ شيرين، مختار تسمع حضرتك للمره الثانيه. انا اسف على المداخله مع حضرتك. اتفضل. مين معايا؟ والله انا رحت يا فندم، رحت المحافظه زي ما حضرتك قلتي لي، ركبت تاكسي وناس اخدوني وودوني، والمحافظه حولتني. انت مختار سيف، مختار سيف صح؟ ايوه يا فندم. طيب انت رحت لمين في محافظه اسكندريه؟ رحت
قالوا لي مش هتقدر تقابل محافظ. كتبت طلب زي ما الاستاذه شيرين الاستاذه اللي هي هناك قالت لي وسبته في المحافظه. طيب معلش، حقك عليا انا ماشي. بكره روح قابل الاستاذه حنان، قول لها انت دلوقتي كلموكي في الهوا وقلتي خلي الاستاذ مختار سيف يجي ويكتب لي طلب ويقدمه ليا. خلاص ماشي. معلش يعني ماشي. لا انا بس حبيت اقول لك ان انا مش عشان هي الست قالت لي خلاص، يعني هي الاستاذه حنان خلاص قالت لي يجي يقدم طلب ليا. قلت لها يروح لمين؟ قالت لي يقدم طلب ليها، مش باسمها طبعا، يعني ليها هي، لكن هو باسم محافظ الاسكندريه. ماشي يا استاذ مختار. معلش يعني خلي نفسنا طويل شويه كده، وان شاء الله خير باذن الله. طيب ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الدواء وحقوق الانسان، كيف نجمع بين؟ خليني بس اقول رحاب كانت عايزه تتواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان. انا عايز اقول لك ان في وحده عندنا في المجلس اسمها وحده الاشخاص ذوي الاعاقه، وممكن تبعتي اي مقترحات او اي حاجه عايزاها على اللجنه. والعنوان 69 شارع الجيزه امام مديريه امن الجيزه، المجلس القومي لحقوق الانسان. تمام. فبنرحب بيكي في اي وقت ترسلي، وعشان كمان تحضري مع الوحده اي ورش عمل تقدم في هذا الموضوع. هستأذن حضرتك، معانا دلوقتي الاستاذه ألفة سلامي المتحدث الرسمي لوزاره التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالمستمعين. اهلا بيكي. احنا طبعا وزاره التضامن الاجتماعي وحرص الوزيره دائما على تلبيه اقل احتياج للمواطنين. احنا في متصله اتصلت بينا، هي من العمرانيه، وقالت ان هي كفيفه وحصلت على موافقه من التضامن الاجتماعي، ولكن كل ما تروح الموظفين هناك يقولوا لها يعني تعالي الشهر الجاي، طب لا، طب تعالي بعد يعني مش عارفه، يعني بيقعدوا. اسمحي لي ان انا اوضح لك. اولا هذه المواطنه تدخل ضمن الفئات الاكثر احتياجا بالنسبه لنا، وهم الفئات اللي هي من ذوي الاعاقه. احنا بنتعامل مع 4 انواع اعاقات: الاعاقه البصريه والاعاقه الحركيه والاعاقه الفكريه والذهنيه. وجميع الاعاقات احنا بالنسبه لنا لدينا اداره مركزيه للاهتمام بذوي الاعاقه والتاهيل ليهم، وبالتالي الست الكفيفه دي بتدخل ضمن هذه الفئه. بالنسبه للمعاش فلها الحق في المعاش الضماني باعتبارها من ذوي الاعاقه. وحضرتك استاذنك في اني اخد تليفونها واتواصل معاها، وده يعني مسؤوليتنا. هذه الفئات هي مسؤوليتنا. احنا بنبحث مفترض عن هذه الفئات، ولو كانت السيده لجأت الى مكتب الاجتماعي او معرفش المديريه هي تبعها في العمرانيه تقريبا الجيزه، فلو في اي اهمال او تقصير فسيتم متابعه الموضوع ومحاسبه ما قصرت تجاه السيده. طيب كنت عايزه اسال حضرتك سؤال تاني بالنسبه لتكافل وكرامه. تكافل وكرامه هو يعني طبق في كثير من المحافظات وقام بمساعدات كثيره، ولكن الإجراءات التي يعني يتقدم الطلب سواء السيدة أو الرجل لبرنامج كرامة وتكافل، الإجراءات بتاخد شهور كثيرة حتى يتم منح هذه الأسر المساعدات. وطبعا بيتم منحهم طبعا مساعدات للأطفال سواء الطالب في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، وأيضا المساعدات الصحية ليهم. هل يمكن تقليل هذه المدة حتى يحصل الراغبين في التقدم لكرامة وتكافل ان هم يحصلوا على المعاش بتاعهم؟ اولا اشكرك على سؤالك حوالين برنامج تكافل وكرامه، وان انت هتديني فرصه ان انا اوضح هذا البرنامج. اولا عمر هذا البرنامج لم يصل الى 2 سنين. فلما حضرتك تقولي لي اللي بيتقدم بياخد شهور كثيره، اقول لك اكيد لا. تاني شيء، هذا البرنامج دخل الى كل المحافظات والمراكز والقرى في 27 محافظه في مصر. هو في فتره قياسيه، لان هذا المشروع كان سيتم تنفيذه في محافظات الصعيد اللي هي ال10 محافظات اللي تم تنفيذها في البدايه، ولكن بتوجيه كريم من سيد رئيس الجمهوريه في شهر سبتمبر الماضي بالتوسع في تنفيذ هذا البرنامج، فنحن دخلنا في جميع المحافظات
وهي يعني الآن تم تسجيل 2.5 مليون شخص تقدموا بطلب إلى الحصول على برنامج تكافل وكرامة. حضرتك باختصار شديد وبسرعة، برنامج تكافل ده بيعنى بالأسرة، والأسرة اللي بتاخد تكافل دي الأسرة الأولى بالرعاية التي لديها أولاد في المدارس. والمبلغ الشهري 325 جنيه إضافة إلى 60 جنيه للابتدائي، 80 جنيه للإعدادي، و100 جنيه للثانوي. بالنسبة لي كرامة هو معني هو شهري أيضا، وهو استحقاق فردي بمبلغ 350 جنيه زي ما قلت شهريا، وبتاخده المسن أو المسن وذوي الإعاقة. حضرتك البرنامج بكرة 15 مارس احنا نكون وصلنا إلى استحقاق ل 1,500,000 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل. البرنامج ده زي ما احنا عارفين او ربما مش عارفين اقول لكم انه استحقاق بالنسبة للتكافل بيطلع الكارت الفيزا باسم السيدة او المرأة الزوجة يعني. فليه؟ لان الزوجة مسؤولة عن تربية الاولاد. هناك شروط مهمة ان احنا نركز عليها، وهي انه الاولاد بيروحوا عندهم انتظام في المدرسه اكثر من 80% عشان يستمر البرنامج. ايضا لابد ان يكون هناك متابعه صحيه دوريه كل 3 أشهر للام بالظبط. ده الجميل اللي هو بيقدمه البرنامج. ويتم تقديمهم للمكتب الاجتماعي اللي تبعه الاسره. بالنسبه للتكافل اصبح شهريا من شهر يناير اللي فات، يعني بكره هيبقى ثالث شهر هذه الاسر تستحق. طيب اقول لحضرتك حاجه يا استاذه ألفة. حضرتك بتقولي انه في ناس لسه، انا الحقيقه لحد دلوقتي انا بشرح. حضرتك بتقولي ان هناك اسر بتقعد بالشهور. فعلا. حضرتك اسمعيني بس. احنا عندنا قلنا 1,500,000. ده يناسب تقريبا بما يمثل 9 مليون فرد في المجتمع. طيب هناك بعد ما الناس تتقدم وتسجل ويجي لها الفيزا، ماشي، هناك تحقق. احنا عندنا معادله دي بتتم بناء على المعلومات اللي بتدلي بيها كل فرد. الموظف هنا ما يتدخلش يا فندم. الموظف ما بيتدخلش في المعلومات دي بتدلي بيها الاسره وبتجيب ما يفيده بذلك. يعني مثلا هديكي مثلا، لو اسره مثلا انفاقها الشهري على فاتوره الكهرباء عالي، دي مش هتبقى من الفئات الاكثر احتياجا بالنسبه لي. يعني مثلا لو الاسره ما جابتش ما يثبت انها ليست لديها حيازه زراعيه، ليس لديها يعني مثلا استهلاك الكهرباء بيدلني على انه كم جهاز في البيت موجود. ايضا بالنسبه للحيازه، يعني مثلا ممكن اسره تتوقف للتحقق لاني انا طالع عندي هو طبعا الواحد طبعا المعايير الموضوعه دي طبعا يعني هي مهمه جدا طبعا لعدم التلاعب طبعا اللي ممكن يحصل، وناس بتاخد حق ناس طبعا، دي حاجات مهمه جدا. يقدر يتلاعب، عارفه ليه؟ لان الحكومه ما بقتش زي زمان اللي هو اكتب اللي انت عايزه وقول المعلومات اللي انت عايزها. حضرتك الان هناك ربط في المعلومات. يعني انا ممكن بالكارت الفيزا بتاع اي اسره تم ايقافها للتحقق اقدر اعرف برقم الفيزا او رقم القومي هل الشخص ده عنده سياره نقل، عنده سياره كابينه، او عنده سياره، عنده ده موجود. والربط موجود بالنسبه للسيارات في وحدة الدراسة للمرور. أيضا بالنسبة للناس، هل واحد مثلا سافر إلى أي دولة خارجية، مثلا راح اشتغل مدة معينة في خارج مصر، ده بيبني من خلال القوائم اللي هي بتاع التحرك بتاع السفر. أيضا بالنسبة للحيازة، المسألة أصبحت أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للدولة للتحقق، وحتى يأخذ كل واحد اللي هو يستحقه. فحضرتك لو احنا موقفين فيزا فاكيد موقفينها للتحقق، وعندنا اشكال كثيره جدا للتحقق، منها الشكل المكتبي وبعدين الميداني. عندنا ايضا على مستوى المحافظات بدانا نشكل لجان للمساءله المجتمعيه للتحقق من هذا البرنامج ووصوله للمستفيدين. انا بشكر حضرتك استاذه ألفة السلامي على هذا التوضيح، وان شاء الله بيبقى لنا لقاء موسع للتوضيح اكثر في هذه الامور. رقم السيده اللي هي من العمرانيه لو سمحتي. حاضر، هبعت لحضرتك التفاصيل ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك استاذه ألفة السلامي، المتحدث الرسمي لوزاره التضامن الاجتماعي. شكرا لك.
نكمل حوارنا سالم المستمعين. انت زعلت ليه يا دكتور صلاح؟ انت بنوضح بعض الامور. لا هو انت مشروع المواطن ده حقوق انسان. انا ما زعلتش، انا بقول لي تكافل وكرامه ده مشروع محترم، مشروع ممتاز ورائع، بس ما ينفعش ان احنا ناخده في مكالمه تليفونيه. يعني هو تكافل وكرامه، انت عايزه لقاء على الاقل ساعتين، لانه ده مشروع بيهم 1,750,000 اسره تحقيقا لحق. فيعني ده لا، هو انت ما تلومنيش على حق من حقوق الانسان. انت يعني عايزه تلوميني على ان انا بقول لك ان انت ما ينفعش انه يبقى في مكالمه تليفونيه على الهواء بتستضيفي المتحدث الرسمي بيكلمك عن مشروع كامل بهم 1,750,000 نسمة. لا، استضيفيه حضرتك في الاستوديو تتكلمك بالتفصيل، وده حق فعلا لكل مواطن، وحقك يعني رائع جدا ومشروع ممتاز وهايل وعايز كثير من التفاصيل وعايز كثير من. نرجع نتكلم بقى على شمال سيناء وعلى الأطباء في شمال سيناء. انت حضرتك نقيب أطباء في شمال سيناء، هل شايف ان نقابه الاطباء حتى في يعني ده نموذج لشمال سيناء، هل نقابه الاطباء موجوده في اماكن كثيره، هل واخده حقها في الحفاظ على حقوق الاطباء وايضا حقوق المرضى قبل الاطباء؟ بصي، شمال سيناء ليها خصوصيه في كل حاجه. الوضع الامني هناك خلى في يعني التوازن ما بين ما تعيشه المنطقه من الارهاب وبين حقوق الإنسان هو موضع اختلال. الاختلال ده حادث في كل حاجة، مش في نقابة الأطباء ولا في حياة الإنسان عامة. هناك في اختلال لأنه ما بين الحفاظ على الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان في شعرة معاوية. إذا كان هناك موجة إرهابية هيكون هناك اختلال ما، وهذا الاختلال هينعكس على كل أوجه الحياة، مش بس الاطباء، كمان كل المواطنين. المواطن اذا انا حافظ على حق الطبيب انا حافظ على حق المريض. انا عشان انقل المريض من العريش للاسماعيليه ممكن يقعد 12 ساعه، في حين ان المسافه ما بتاخدش اكتر من 3 ساعات بالاسعاف. بس ايه بقى بس الاجراءات الامنيه التي فرضت علينا خلت هذا الحق يبقى بهذا الشكل. فانا لا، انا ادور على حقوق المواطن قبل ما ادور على حقوق الطبيب، رغم ان انا نقيب اطباء، لكن بدور على حق المريض وحق المواطن، لانه الظروف الامنيه فرضت كثير من اشكال التي جعلت حتى يعني حريه الحركه صعبه جدا داخل المدن او على الطرق السريعه وهكذا. ويمكن دي اجراءات امنيه ويعني بنعذر بيها طبعا. طيب لكن الخدمة الصحية طبعا تأثرت بشكل كبير جدا جدا نتيجة لقلة الإمداد. تأثرت بأن أنت عندك جهاز بيعطل، جهاز أشعة مقطعية مثلا عطل، قعد 1.5 شهر على ما يجي حد يصلحه، فلأنه يا إما مش قادر يجي يا إما خايف يجي وهكذا. ونقيس على كل الأجهزة اللي ممكن يحصل فيها أعطال. كمان بعض الاستشاريين اللي بتتعاقد معهم وزارة الصحة ممكن برضو يتعطلوا بشكل أو بآخر، ويكون رحلته المفروض بياخدها من إسماعيلية للعريش في 2 ساعتين ممكن يتعطل يقعد 8 ساعات أو 7 ساعات لأي سبب من الأسباب. فده طبعا بيأثر إن هو ما يوصلش في الوقت المناسب، ممكن يروح يومه ويدوب 2 3 ساعات ويرجع وهكذا. لا، هم الناس هناك بتعيش معاناة، وهي بتدفع ثمن الحرب على الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة والشرطة. طيب عايزين نتكلم بقى يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره، يعني بداية في شمال سيناء. هو عمر المجلس 3 سنوات حتى الآن، يعني دوره في 4 سنوات. المجلس الحالي هو المجلس طبعا مؤسس من حوالي أكتر من 10 سنوات. طيب الدور اللي بيقوم فيه الدور الفعال، يعني احنا عايزين نقول احنا عملنا كذا يعني. هو المجلس القومي ما بيشتغلش في سيناء بس، المجلس القومي بيشتغل على منوال كل مصر، بيشتغل في القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. يمكن كان في بعثتين لتقصي الحقائق في سيناء قام بيهم المجلس للأسر التي هاجرت من رفح والشيخ زويد إلى مناطق العريش، وتجمعت في
وقت ان رحنا كان 22 تجمع، دلوقتي 66 تجمع فيهم 29,000 نسمة. وده طبعا للأسف الشديد لم يتصدى لهذه المشكلة أي من الأجهزة الحكومية باستثناء أجهزة المحافظة البسيطة المحلية، واللي شال الشيلة كلها المجتمع المدني. وطبعا مفارقة في البعثة الأخيرة اللي احنا رحناها الأسبوع اللي فات كان في تهجير أو نزوح لأكثر من 150 أسرة مسيحية، لكن تحركت كل أجهزة الدولة. فطبعا ده يعني حلو ان تتحرك كل أجهزة الدولة، بس تتحرك بنفس المعايير التي تتحرك بها لل 150 أسرة تتحرك بها لل 30,000 مواطن اللي موجودين في 66 تجمع في المنطقة ما بين العريش وبين طب انتوا كمجلس قومي لحقوق الإنسان هل تعاملتوا مباشرة مع هذه الأسرة؟ طبعا، واحنا أول ناس رحنا وفي حد راح غيرنا. احنا اللي رحنا واحنا اللي عملنا إحصائية واحنا اللي اديناها للمحافظة واحنا اللي بعتناها لكننا مجلس استشاري يقدم فقط النصيحة للدولة وللحكومة. نحن لا نملك إمكانيات علشان نقدم معونات ولا نملك إمكانيات عشان نقدم، لكن الحقيقة أنه أجهزة المحافظة برغم محدودية العمل الذي قامت به لكنه إلى حد ما يعتبر يعني حاجة أفضل من لا شيء أو شيء أفضل من لا شيء. لكن المجتمع المدني قام بدور كويس جدا لهذه الأسر، لكن ما زالت هناك أسر تعيش في العراء، هناك أسر تعيش في عشش، هناك أسر تعيش لا يحميها من برد الشتاء إلا البلاستيك على العشش. ويمكن في بعض الأجهزة بعض البرامج التلفزيونية حد راح صور الكلام ده، وقريبا كان نشره الأسبوع اللي فات في أحد القنوات الفضائية، وجاب معيشة الناس كانت إزاي يعني أو ما زالت يعني. لكن المجلس القومي راح البعثتين للناس دول، وراح البعثة الأخيرة اللي هي بتاعت الإخوة المسيحيين اللي كانت في منطقة الإسماعيلية في القرش وفي الكنيسة الإنجيلية وفي معسكر الشباب. فعلا الدولة عملت مجهود كويس جدا بالنسبة للإخوة المسيحيين في هذه المنطقة، وسلمت بعض الأسر بعض الشقق. وطبعا لكن كل أجهزة الدولة مش احنا بس اللي اتحركنا، يعني كل أجهزة الدولة طبعا. انت من وجهة نظر حضرتك ورؤية حضرتك يعني متى سيتم القضاء نهائيا على الإرهاب في شمال السيناء؟ محدش يقدر يقول الكلام ده. لا ألمانيا قدرت تنهي الإرهاب، ولا تركيا قدرت تنهي الإرهاب، ولا أمريكا بكل أساطيلها قدرت تنهي الإرهاب. هذا لا يستطيع يتحدث فيه إلا حد من الإخوة الذين يعملون في المجال الأمني. لكن نقدر نقول تقليل الحدة، نقدر نقول يعني تقدم في المجال الأمني، ده اللي ممكن اللي هو نتمناه في القريب العاجل. لكن لا شك ان احنا محتاجين وقت. لكن الناس هناك في المنطقة انا شايف ان المهمة كلها ملقاة على الجانب الأمني فقط، جيش وشرطة. وطبعا الناس هناك بتدفع الثمن. هناك حتى الآن 359 شهيد مدني على أيدي الجماعات التكفيرية، بالإضافة لشهداء من الجيش والشرطة. لكن معظم أجهزة الدولة لم تدخل هذا المكان. يعني ما ينفعش أحارب الإرهاب فقط بالناحية الأمنية. الإرهاب يحارب بالتنمية، يحارب بالثقافة، يحارب بالفكر، مقارعة الفكر بالفكر. أنا عايز فكر وسطي أقارع بيه الفكر التكفيري وهكذا. فأنا عايز الشباب والرياضة، مهرجانات الشباب. للأسف سينا بالنسبة لهم شرم الشيخ فقط. سينا بالنسبة لكل أجهزة الدولة الأخرى شرم الشيخ فقط، أو جنوب سينا، ما لهمش دعوة بالشمال ده خالص. وده طبعا يعني هو سبب مصيبتنا من الأول. احنا لو انتبهنا للكلام ده من أكتر من 30 سنة ما كانش وصلنا للي احنا فيه، وسيبنا المنطقة مفرغة بحيث ان يسكن فيها كل الغربان من كل مكان، من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارج جمهورية مصر العربية. طيب أخيرا نتكلم مثلا على يعني في دقيقتين المتطلبات لحل مشاكل الأطباء والنواحي الصحية في مصر، ممكن نحلها في إيه؟ في نقاط كده 1 2 3. طبعا دي ما تتلخصش في دقيقتين يعني. طبعا. لكن أنا قلت لحضرتك من الأول يعني إنشاء المجلس الصحي الأعلى على نسق الجنرال
ناشونال هيلث الموجود في انجلترا، انشاء هيئه الاعتماد والرقابه والجوده على كل الاجهزه الطبيه والتي تمنح اللايسنس او الترخيص مزاوله المهنه للاطباء وللاجهزه وللمستشفيات. الفصل ما بين العمل الحكومي والعمل الخاص، اللي يعمل هنا لا يعمل هنا. كل المستشفيات تصب في بوتقه واحده، مفيش حاجه اسمها مؤسسه علاجيه وتامين صحي ومستشفيات وزاره صحه ومستشفيات جامعيه ومستشفيات لازم كل ده يبقى بيصب في بوتقه واحده اسمها هيئه الرعايه الصحيه. رقم 4 لازم يبقى في هيئه الغذاء والدواء، ودي تتبع رئاسه الجمهوريه مباشره، ودي هي المفتاح لكل حاجه. التدريب او التطوير بالنسبه للمستشفيات ده ممكن يبدا من بكره، مش هستنى ال10 سنين بتوع التامين الصحي، ده ممكن ابدا فيه من بكره، بحيث ان انا في نهايه المده اكون قدرت ان انا طورت احنا قدرنا نطور 4000 وحده صحيه ايام الدكتور اسماعيل سلام في 5 سنين. كنا قادرين. النبوي المهندس في الستينات انشا ما يعرف بالوحدات الصحيه، اللي ما كانش فيه حاجه معروفه بهذا المسمى، وحدات الصحه الوقائيه في الستينات في كل انحاء الجمهوريه. احنا نستطيع لو قدرنا نحط رجلينا على الطريق، لكن نفضلنا نشتكي مش هنخلص. طبعا الكلام الكتير مش هنخلص، نشتكي مش هنخلص. غلاء الاسعار. طب انت بتتكلم على غلاء الاسعار وانت عندك 7 مليون موظف 3/4 ما بيشتغلش. انت بتتكلم على غلاء الاسعار وان انت ما فيش انتاج، في مصانع مغلقه. انت عايز كفاح، عايز عرق، عايز عمل، عايز سياحه، عايز تصدير، عشان تتكلم على دخل عالي يواكب غلاء الاسعار. الاسعار مش هتنزل، انت محتاج تبذل مجهود عشان تعمل انتاج وزود الدخل فتواكب غلاء الاسعار. مش معقول يبقى بلد زي البرازيل كانت بتعيش نفس ظروفنا في 8 سنين مع لولا دي سيلفا قدرت تبقى 10 اقتصاد في العالم، وهي فيها اكبر نسبه اطفال شوارع واكبر نسبه مناطق عشوائيه، بقت 10 اقتصاد في العالم، لكن قدرت انها تتغلب على وهي 120 مليون نسمه. ربنا يسهل الحال ان شاء الله. انا بشكر حضرتك دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء. يعني شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للهندسه الاذاعيه، وشكرا وراء الكواليس يعني والاعزاء المستمعين. بشكر حضرتك ولكل شعبنا في ال10 اماكن اللي احنا 10 محطات اذاعيه اللي احنا بنتكلم معاها. يعني احنا بنحاول ان احنا نكون حلقه الوصل دائما بين المواطن والمسؤول. يعني الحمد لله باذن الله استاذ مختار يعني حاول نتواصل مع بعض. الحاجه هدى كلميني عشان اخد منك البيانات، كان معانا استاذه ألفة، استاذ سعيد بالنسبه لعمليه بنتك ان شاء الله نتواصل بعد الهوا. سوسن موضوع البطاقه دي مش عارفه حلوه الصراحه، بس كلميني ربنا يسهل ان شاء الله. استاذ ايمن معلش ما لحقتش ان انا اكلم دكتور حسام عبد الغفار لضيق الوقت، بصراحه خفت لا تزعلي. لا انا مين قال ان انا زعلت؟ انا ما زعلتش، انا بقول لك ده وقت مش محدد. ايوه ما ينفعش عشان في يعني انت بتتكلمي حضرتك مش عارف الخلفيه. ما انت ده شكاوي كفر وكرامه، انا مش عايز حلقه، ده عايز حلقات هنعملها مش مكالمه تليفونيه. بشكر يعني حضرتك الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء بشمال سيناء. اعزائي المستمعين، سعدنا بكم. شيرين دسوقي من اسره المذيعين، الاعداد سيد محمد، والهندسه الاذاعيه ازهار محمد، والاشراف العام الاعلامي ولاء عسكر. شبكه الاذاعات الاقليميه من القاهره.